السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بقصه جديده، قصه اللي واقعيه من الواقع المعاش. قصه ديال واحد السيده او واحد البنت اللي عانات واحد المعاناه اللي غادي نعاودها لكم. انا نعاود لكم القصه ديالها كامله من الاول حتى الاخير كيف ما حكاتها لي هي. المهم السيده كتعاود قالت لك: انا سميتي لبنى. انا سميتي لبنى، تزوجت بالشخص اللي كنبغي، يعني بموافقه الاهل، وكنت بنت عائله متوسطه الحال. عايشه مع الاب ديالي وخواتاتي وخوتي، عايشين عيشه مزيانه، مرتاحين في دارنا وكل شيء. تعرفت على هذا السيد اللي غادي نتزوج به، تعرفت عليه في الخدمه. كنت انايا واحد الانسانه اللي نشيطه، عزيز عليا الضحك، عزيز عليا النشاط. كنت كنبغي نجلس مع الاصدقاء ديال العمل ديالي، كنضحك معاهم، كنهضر معاهم. صافي تلاقيت مع هذا السيد كان خدام معايا، وتكونات بيناتنا واحد العلاقه بحكم انني انا كنت عزيز عليا هادشي ديال الموضه، ديال اللبس، ديال عزيز عليا نتهلا في راسي. كنت لي خدمتها كنختار على راسي، كنت وهي زوينه قالت لك انا زوينه بشهاده الجميع. انا زوينه، الطاي ديالها زوينه، المهم كلشي فيها ما شاء الله. صافي تلاقيت انا وهاد السيد، هاد الشخص، ارتحنا لبعضياتنا. كان هو عنده واحد الصديق ديالو اللي كيجيب الحوايج من برا، كيجيب واحد لا مارك اللي معروفه من برا، وكان كيجي كيبروبوزي لي، كيقول لي: شوفي هاد اللبيسات واش عجبوك؟ الا كانوا عجبوك زعما كاين خذيهم عند صاحبي، راه دار واحد المحل كيجيب الحوايج من برا وداك الشيء. صافي كناخذ من عنده. بقيت كل مره كنقول له: واش كاين شي جديد؟ هذا كيجيب ليا، كنعزل شويه وراه هو اللي كيخلص، مابقاش كيبغيني نخلص. كيقول لها: صافي انا هاد اللبسه عزلتها لك انا، غادي ناخذها لك انا على ذوقي. صافي قالت لك كيخلصها كيجيب هديه. صافي تكونات بيناتنا واحد العلاقه وواحد الصداقه اللي يعني فاتت صداقه وولات حب. وليت كنبغيه وراه كيبغيني، ولينا كنتلاقاو خارج على البلاصه ديال الخدمه ديال اللي خدامه فيها انا وياه. السيد المهم معايير معقول، جا لدارنا، تزوجنا، كل شيء على ما يرام يعني. داز كل شيء، قالت لك كيف ما اي وحده وواحد تلاقاو بغاو بعضياتهم وتزوجوا. تزوجت به. آه، دار مشات سكنت معاهم في الدار، هما عائلتهم عائله ميسوره، عندهم دار كبيره. سكنات معاه، عطاوه لوالديه ابارتمون في الدار اللي عندهم. سكنات هي وياه. كانت عكوزتها واحد المراه اللي شويه مسيطره، شويه كتسيطر على ولادها، يعني ماشي كتسيطر وانما كتحكمهم. قالت لك: كانت كتحكم فيا عكوزتي، كتقول لي: ها انت ولا شنو ديري شنو ما ديريش، داكشي. ولكن كنت ناخذ بالراي ديالها بحكم انها هي كبر مني وعارفه احسن مني. ولكن ما كانتش زعما كتخلق لي المشاكل، بالعكس هي كتبغي تفرض الراي ديالها. ولكن انايا ما كيعجبني داك الشيء، انها بحال كنقول واحد السيده اللي عارفه في الحياه احسن مني. فملي كنبغيو نديروا شي حاجه ولا نبغيو مثلا نسافروا شي حاجه، تنصحنا شنو ديروا شنو ديروا شنو ديروا، صافي عادي. وعندي لوسي، كان لوسي اللي هو كبر من راجلي وما كانش مزوج، كانت هو عايش معنا في الدار. وعندي لوسي وحده اخرى اللي مزوجه وساكنه خارج المغرب. قلت لك كنا عايشين بخير. لوسي خو راجلي زعما كاين واحد الانسان محترم ظريف، كنجلسوا كنضحكوا وكل شيء بخير. ما علينا الى حد الان كل شيء مزيان. غادي انت هاد المهم قالت لك حملت بولدي الاول، وكانت فرحه عارمه، الفرحه اللي فرحوا بها ناسي واحد الدرجه ما كتصورش. الحفيد الاول ليهم، داروا لي السبوع، فرحوا بيا، ولدوني زعما كاين في الكلينيك، ما خلاو ما داروا لي. راجلي تا هو كان فرحان، عاجبو الحال، انا ولدت ليه الولد في الاول، وزعما كاين داك كلشي فرحان وعادي. هي هذيك صافي عايشين عيشه بخير، عيشه سعيده مزيانه كلشي. انا خرجت من الخدمه على قبل ولدي باش نقابله، بقى راجلي خدام، كان كيوفر لينا كلشي، ما خاصنا معاه حتى خير. غادي نلقى راسي ولدي يلاه عنده 6 شهور غادي نصدق حامله عاوتاني بولدي الاخر. عندي جوج ديال الاولاد، غنلقى راسي حامله بولدي الثاني. غادي نتكرفس شويه لان ولدي باقي صغير وداك الشيء، ولكن عكوزتي كانت ديما في جنبي في صفي، كتقول لي: ما تهزيش الهم، انا غادي نقابل معاك ولادك، ما تخافيش، وراه مزيان ولدت ولديهم زعما كاين مقاربين، باش يترباو بجوج ويكبروا بجوج، وديك الساعات كترتاحي نتيا. ايوا قالت لك انايا الصراحه ما تعذبت وتكرفست وجاني الوحم صعيب وهذا وبقيت. المهم تزاد الوليه الثاني، وهو صافي ملي تزاد الوليه الثاني كمل الولد، درنا ليه تا هو السبوع، تا هو فرحنا به كيف ما خو، فرحوا به العائله وكل شيء كيف ما خو. غادي يكمل ولدي الثاني 40 يوم، هو النهار اللي غادي يكون فيه تغيير جذري في حياتي. راجلي هذاك النهار ولدي طلعت لي السخانه، ولدي الاول ماشي ولدي الثاني، وانايا باقا نافسه، ولدي عنده 40 يوم. ولدي طلعت لي السخانه، قال لي غادي نخرج نشوف ليه الدواء، غنجيب ليه الدواء من الفارماسيان. هو عنده طوموبيل، وخوه الاخر اللي قلت لكم عنده الموطور. قال لي غادي ناخذ غير الموطور من عند خويا وغادي نمشي فيه باش ما نتعطلش.
قلت ليه صافي واخا سير. خدا الموطور مشى عند خوه، المهم حيت خوه ساكن غير تحت منا. مشى عند خوه قال له عطيني الموطور ونجيب الدوا. قال ليه باش نمشي نجيبو لك انا؟ قال ليه لا خليك انت مرتاح، انا نمشي نجيب الدوا لولدي ونجي. وهنا كانت الصدمه. انا كنتسنى فيه يجيب لي الدوا حتى كنتفاجئ بمكالمه. كيعيطوا لي البوليس، قالوا لي التحقي بينا المستشفى، راه هاد السيد واش هو الزوج ديالك، لانه كاتب في التليفون بانك الزوجه ديالو، راه دار اكسيدون وخصك تلتحقي بينا المستشفى. نهاريت غوت كنقول لهم واش وقع ليه، واش مات، واش وقع ليه؟ قالوا لي ما نقدروا نقول لك حتى حاجه حتى تجي عندنا. هبطت كنجري عند عكوزتي، كندق وكنغوت وكنبكي. عتقي 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 كتقول لي شنو كاين شنو واقع؟ كنقول لها راه شيد راه دار كسيده. كيفاش دار كسيده فين هذا الشيء؟ قلت لها راه قالوا لي عيطوا لي دابا البوز قال لي جي عندنا السبيطار فلان فلان. ولادي باقيين صغيورين كيفاش غادي ندير ليهم؟ هزيتهم معايا. خوه خدا الطوموبيل ديال راجلي وهزها، وديت وليداتي معايا حيت ما يمكنش ما عندي فين نخليهم. هزيتهم شاتها مع كوزتي ومشينا للسبيطار. انا غادا في السبيطار وكنعيط لماما، كنعيط لام ديالي. قلت لها راه جي عندي للسبيطار، راه رشيد راه دار كسيده وولادي راه معايا، جي شدي لي الدراري. قالت لها صافي جات. المهم مشينا للسبيطار كنسولو كنغوتو كيقولوا لنا باقي ما عرفنا حتى حاجه، تسناو واحد الدقيقه يخرج الطبيب من عندهم وغادي نقولوا لكم شنو كاين. المهم راه دار كسيده ودارها مع واحد يعني كاميون، يعني طوموبيل كبيره. بقيت كنغوت كنقول الدنيا ظلامت في عينيا، كلشي كيبان ليا كحل. ما بقيتش كنسمع حتى واحد كيهضر، كيهضر غير الصوت الداخلي ديالي اللي كيقول لي ما يمكنش تمشي وتخليني، ما يمكنش تموت، ما يمكنش يوقع لك شي حاجه، خاصك تصح وخاصك تكون بخير. الصوت الداخلي ديالي كيهضر، انا ما كنهضرش وما كنسمع حتى واحد. جات ماما بقاتنا كنتسناو برا، كنتسناو كنتبكاو، انا كنبكي من جهه، غوستي كتبكي من جهه، الوليدات خليناهم غير في الطوموبيل، وصينا عليهم غير الناس اللي العساس ديال تماكين ديال السبيطار. صافي واحد الحاله، واحد الكارثه اللي عشنا هذاك النهار، حتى كنتفاجئوا بان الطبيب خرج عندنا وقال لنا البركه في راسكم. انا ما الجهد باش نغوت صافي ما بقاش عندي الجهد، لانني غوت وجاتني بحال الصدمه. بقيت كنشوف ودماغي هو اللي كيهضر، دماغي كيهضر مع راسو. كيفاش ما يمكنش وعلاش و... وشنو زعما اشنو غادي ندير؟ ما يمكنش كيفاش يموت ويخليني انا وليداتي باقيين صغار؟ ما يمكنش. صافي قال لك الظلام كيدور بيا، وعرفت شو داك الصداع اللي كيكون في وسط المدينه هكاك في راسي. راسي فيها الضجيج كنسمع عدوستي كتبان ليا كتندب في وجهها، ماما كتبكي كتغوت، انا واقفه كيشوفوا فيا انا ما قادراش نتحرك، ما قادراش نغوت، ما قادره نقول حتى حاجه. لوسي كيخبط في البيبان وكيخبط في راسو على الحيط. كنقول الله يا ربي الله هادشي ما يمكنش. كيفاش هادشي كلشي وقع في دقيقه؟ تبدل حياتي في دقيقه واحده، كيفاش ما يمكنش؟ صافي واحد اللحظه حسيت براسي انني ما بقيتش في الوعي ديالي، سخفت، ما عرفتش من بعد شنو وقع. سوني تما في السبيطار حطوني، صافي رجعوا للدار هما. انا بقيت في غيبوبه، بقات لي غيبوبه 3 ايام وانا مغيبه. بقيت في السبيطار والمرحوم مسكين ملي دخلوا عائلته، مو وخوه وداكشي باش يشوفوه، يعني كان مشوه بالمره. انا ما كيعاودوا واخا ما كيبغيوش يقولوا لي انا مباشره، ولكن كنسمع شنو كاين. ملي فقت من الغيبوبه كنلقى راه داز اللي داز الدفين وداز كلشي. جاو عندي للسبيطار، كانت ماما اصلا معايا مفارقاتنيش، وخواتاتي معايا ما فرقونيش، وانا يا ولادي اللي كنرضعو مساكن، كنرضع ولدي الصغير ما رضعتوش، بقى مسكين هذيك الايام كامله وهو هازا غير ماما كتعطي الحليب ديال الفارماسيان. قدر الله ما شاء فعل. بقيت كنقول مع راساتي خاصني نتقوى، وخاصني نوقف على قبل ولادي، ان ولادي مشى لهم باهم وما يمكنش نمشي لهم حتى انا، مشيت لهم حتى انا غادي يتشردوا. خاصني نوقف، خاصني نتقوى، خاصني نكون مرة ونص، ما خصنيش نتهزم بهذه الطريقه. هزوني داوني للدار وانا ما كنقدرش نهضر. ماشي ما عنديش الصوت ولا شي حاجه، ماشي مشى ليا الصوت، لا، ما عندي ما نقول. داكشي اللي باغا نقولو كنقولو داخليا، كنقولوش قدام الناس. صافي داوني للدار، دار عامره، كلشي عزايا، دار عامره، عائله وكلشي، واحد الحاله. واحد اللحظه جاني واحد الانهيار ونصت، بقيت كنغوت كيشدوا فيا كيقولوا لي تهدني على قبل ولادك، تقوي على قبل ولادك. وانما انا حيت ما خرجتش هاد الوقت اللي كنت في غيبوبه ما بقيتش عارف والو. ملي جيت وبان لي داكشي استوعبت مع راسي وعرفت بان داكشي اللي كان راه بصح، راه ماشي كنحلم، راه ماشي الحلم هذاك ديال الغيبوبه، لا،
هذاك الشيء كلشي واقع بصح بقيت كنغوت وكنتف في راسي وكنغوت وكيهدؤوا فيا وكيهدنوا فيا صافي حتى عاوتاني صافي حسيت براسي سخفت ما قدرتش نغوت هدؤوني بقاو كيقراو عليا القرآن تهدنت نضت تقبلت الامر واخا كان صعيب باش نتقبلو لانه امر صعيب بزاف كتشوفي راسك كنتي في حاجه وليداتك باقيين صغار باقي هو مسكين فرحان بوليداتو باغيهم يكبروا حدا عينيه باغي يدير لهم شحال من حاجه باغي يشوفهم كيفاش غادي يكبروا باغي يشوفهم كيفاش غادي يكونوا الوليدات كذلك خصهم يحلوا عينيهم في باهم يشوفوا باهم قدامهم المهم قدر الله ما شاء فعل هذا قدر الله ما عندنا ما نديرو اللي عطا الله عطاه تقبلت الامر وكل مره كيبانوا ليا وليداتي بين عينيا كنقول خاصني نتقوى على قبل هاد الوليدات خاصنيش نخليهم ولادي مساكن ملي جاو حطيتهم فوق مني وحضنوني كنحس بهم كيقولوا لي ماما واخا هما ما كيهضروش باقيين صغار كيقول لي ماما خصك تنوضي ماما ما خصكش تكوني هكا ما خصكش تضعفي تقويت ونضت دازت الايام بقيت جالسه في داري انايا اللي فوق انا راجلي الله يرحمه حيتاش كان باه كان عنده بزاف الاملاك عنده اراضي عنده ديور عنده قهوه عنده بزاف الحوايج وهذوك الاملاك كانوا مقسومين يعني مقسومين بين الخوت مي ولكن حتى واحد ما يعني زعما كاين مثلا القهوه ولا داكشي ديال الكرا ما كياخذوهمش هما الام ديالهم اللي كتصرف فيهم معاوناهم لا خصاتهم شي حاجه وهذا ولكن كيقولوا ليها ما حنا خدامين وكلشي انت اولى انك تاخذي هذه المداخيل تعاوني بها راسك ومنها باش تعيشي وداكشي وحنايا راه عندنا الا احتاجنا شي حاجه غنقولوها لك هي ديك بقيت جالسه كتصرف عليا كوسي بصراحه هز لي ولادي صراحه ما شفت منها الا الخير ما شفت منها الا الخير هزت لي ولادي بالحليب بالكوش مصروف كسوه كلشي المهم ندوزو العام الاول وليداتي شويه بداو كيكبروا غادي ندخلوا في العام الثاني كذلك انا ما كنخرجش انا من نهار مات الزوج ديالي وانا شاده الفراش شاده داري ما كنخرجش مابقاش عندي مع الناس وليت حدوديه او لا نقدر نقول اكتئاب نقدر نقول صافي مليت من الحياه نقدر نقول بزاف الحوايج مربيه ولادي وجالسه في الدار حتى كنتجمع انا وعكوستي كتكون خارجه هذا الشيء شي خرجه كتقول لي يلاه معايا ما كنقول لها خليني نبقى بلا غير ولادي ما نمشيش معاك مع انها عكوستي ضرات بزاف حتى هي في الولد ديال ولدها عانات بزاف حتى هي ومرضت ولدت قلبها بزاف لانه كان هذا ولدها عزيز عليها وكان كيدير لها الخاطر وكان مرضي معاها بزاف كانت ديما كتقول لي ما تكويتيش غنتي تكوينا بجوج وكيتي كبار من كيتك كانت مسكينه كتقول لي كيتي كبار من كيتك انا عارفه انت خلى لك الوليدات ولكن انا خلى لي القلب شعله فيه العافيه كنصبروا بعضياتنا وكنقلبوا الموضوع وكندوزوا الوقت كذا دازت الايام المهم هنا فين غادي تجيني واحد الصدمه عاوتاني شنو هي الصدمه كنا جالسين ما علينا ما بينا جات عندي اكوستي قالت لي فلانه انا بغيت نهضر معاك قلت لها اشنو هضري حنا ديما كنهضروا قالت لها بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع وما كرهتكش زعما كاين باش ما يبرسطوناش الوليدات يبقاو يلعبوا وحدنا خصنا نهضر معاك واحد الهضره اللي خاصك تدخليها لدماغك مزيان وتفهميها وتحاولي زعما كي تقبليها قالت لها شنو قالت لها عاد اجي نمشي انا وياك غنخرجوا نوضي بدل الجونيت وغادي دي وليداتك عند ماماك وغادي نخليهم عندها وغادي نمشي انا وياك لشي قهيوه ولا شي بلاصه زوينه وغادي نجلسوا ونهضروا بغيت نقترح عليك واحد الاقتراح الا بغيتي مرحبا الا ما بغيتيش راه حتى هي مرحبا قالت لها شنو بغات الاقتراح قالت لها يلاه نمشيو داو داكشي اللي كان داو الدري عند الولاد عند جداهم مشات هي وياها جلسوا في واحد البلاصه تغداو هضروا ضحكوا شويه وتقول لها ودابا انا بغيت نقول لك شي حاجه انا بغيت ندخل معاك في صلب الموضوع قالت لها اشنو قالت لها بنتي انت باقا صغيره وباغي قدامك الحياه وغدا ولا بعد غدا غادي تبغي تزوجي قالت لها لا انا خالتي ما عمرني ما نتزوج انا ولادي صافي هما اللي مزوجه بهم انا ما عمر قالت لها سمحي لي وخليني نكمل هضرتي قالت لها هضره قالت لها شوفي ولادك واحد النهار غادي يكبروا وما يمكنش لك تبقاي بوحدك راه الدراري هادو غيكبروا غادي يمشيو يسكنوا بعاد غادي يعيشوا بعاد انت غتبقاي بوحدك ما يمكنش تبقاي بوحدك غادا تزوجي قالت لها خالتي ودابا بالك شي عريس جا فين هو هذا العريس اللي جات كتقولي تزوج انا ما يمكنش لي نتزوج قالت لها لا انا كنهضروا في المعقول راه عام على عام بنادم كينسى والحياه هي هذه وكتستمر الحياه وانا بغيت نقترح عليك واحد الاقتراح قالت لها اشنو قالت لها علاش ما تخليش شملنا مجموع ونخليو الوليدات يترباو تحت منا ويكبروا تحت عينينا قالت لها ما درا شنو احنا نخليو الوليدات شنو قالت لها بغيتك تتزوجي بخو راجلك الله يرحمه بغيتك تزوجي بلوسك قالت لها خالتي اش كتقولي واش انت عارفه شنو كتقولي ولا لا كيفاش نتزوج بيه انا داك راه خويا راه ما يمكنش نتزوج بيه داك من نهار جيت عندكم الدار وانا كنشوف فيه خويا كنشوف فيه كنشوف فيه زعما كاين الامان كنشوف فيه الاخ ديالي اللي ما عنديش كنشوف فيه بزاف د الحوايج كنحترمو كنقدرو كيفاش ما يمكنش غادي نتزوج بها خالتي قالت لها شوفي غيجي شي واحد براني
وغادي يهذب لك ولادك وغادي تتفاهمي معاه. هذا بعدا راكي عارفه وغادي يتقي الله في ولاد خوه، وغادي يكمل المسيره ديال خوه، وغادي يتهلا في وليداتو. وانت كذلك كتبقي معايا، وانا ما سخيتش بيك، وانا انت درتك بنتي وعزيزه عليا، وما بغيتش نخليك شي واحد براني يديك اخر. انا بغيتك تبقي ديما عايشه معايا ونربيو دوك الوليدات قدام عينينا. تصدمت، قالت لك تصدمت. بقيت قلت لها سمحي لي، انا راه دابا ما غاديش نقدر نفكر، لانني انا تحت صدمه. انا هادشي اللي قلتي لي يا خالتي راه صدمني، راه عمرني ما توقعت وعمره ما جاني في بالي. قالت لي هو شوفي، انا باش نخليك تفكري على خاطرك، انا دابا قلت لك اللي عندي، اقترحت عليك سيري تا تفكري على خاطرك وتشاوري مع راسك، ولا سلكاتك مرحبا. قالت لي ها راه راجلك الله يرحمه راه مات مشى عند الله، راه ما بقاش غادي يرجع. قالت لي ها اللهم عمهم يربيهم، عمهم غادي يعرف مصلحتهم وغيكبرهم وغيقريهم، وهو راه كان ديما مع خوه ما كيتفارقوش، يعني عارف خوه كيفاش كان باغي يربي ولادو، يعني حتى هو غادي يدير داكشي اللي كان باغي خوه يدير. قالت لي وهضرت هو قالت لي راه ما غاديش يبغي، هو اصلا حتى هو ما يتقبلش الفكره ولا كيشوفني اختو. قالت لي انا هضرت معاه في هذا الموضوع وهضرنا في هذا الموضوع. قالت لها شحال هذه وما بغيناش ما بغيتش نقولها لك، بغيت نخليها يبرى لك الجرح شويه، واخا الجرح قالت لها عمره ما غيبرى لا ليا لا ليك، ولكن الحياه كتستمر، خاصنا نستمروا فيها كيف ما بغى سيدي ربي. هي هذه قالت لك بقات مصدومه ناضو. قالت لها ديني عند ماما، غادي ندوز عند ماما انا نشوف ولادي. قالت لها تشاوري مع امك تشاوري مع خوك. المهم خليت لك الفكره خليتها لك وانت حليها وناقشيها. هي هذيك صافي مشات عند ما قالت لها ماما اش نقول لك انا راني مصدومه. قالت لها مالك اش صدمك؟ قالت لها راه قالت لي عجوزتي قالت لي خاصك تزوجي بعم ولادك. قالت لها كيفاش عم ولادك؟ قالت لها فلان فلان. المهم عاودت لها القصه كامله. قالت لها شنو كاين شنو كاين شنو كاين. قالت لها امها الا جينا لواحد من واحد الناحيه، قالت لها هما الدراري الا كبروا تحت جناح عمهم وجناح جداهم ويحافظوا على الورث ديالهم ويبقى ورثهم مجموع، قالت لها راه ما غتكون احسن حاجه. قالت لها لان انت قالت لها باقا صغيره وباقي قدامك الوقت وغدا تبغي تزوجي. يبرا لك. قالت لها لك عامين 3 سنين 4 سنين. قالت لها حتى 10 سنين حتى 11 عام 12 عام. قالت لها الولاد صعاب خاصهم راجل اللي يربيهم. ولادك قالت لها ملي غادي يكبروا شويه راه ما يبقاوش كيف ما دابا هما صغيورين تحت منك اللي قلتها لهم يديروها. قالت لها غادي يكبروا شويه غادي يفرعنوا عليك وغادي توري خاصك اللي يعاونك فيهم، وفي عواد ما تجيبي واحد براني اللهم عمهم وهو حتى هو راه الله يعمرها دار وواحد الانسان قالت له متدين وحنا كنعرفوه داخل سوق راسو اللهم هو. قلت لها كيفاش ندير انا راه ما يمكنش انا نتخيل انني زعما كنزوجه بخو راجلي اللي كنت كنشوفو خويا وشايفه فيه بزاف الحوايج وكنحترم واحد الاحترام اللي كبير بزاف وما نقدرش حتى عينيا ما كنقدرش نهزهم فيه. قلت لها شوفي هذه سنه الحياه. وعدوزتك قالت لها راه ما قالت عيب، عدوزتك باغا تجي معاك انت ووليداتك باغا تخليكم تحت جناحها، باغا تكبر ولدها تحت عينيها، ما بغاتش يجي شي واحد اللي يتكرفس عليهم ويتكرفس عليك انت. قالت لها شكون ما كانتش كتبغيك وما كانتش عدوزتك بنت الناس ما تقولش لك هكا، ما تعطيش ولدها عزري اللي كنتي. غتقول لك خليك دبر راسك زي، وتقدر تقول لك كاع هزي ولادك وسيري كري في شي بلاصه وحقك نعطوه لك، ولكن عدوزتك طلعت بنت الناس.
قلت لها دوزتك بنت الناس وبنت الاصل وبغاتك، كون ما بغاتكش ملي توفى ولدها الاول غتقول لك هزيها بنت الناس وليداتك وسيري لداركم ولا سيري كري ولا شغلك هذاك. انا اللي كان جامعني بيك راه مات، ولكن هي راه بنت الاصل وبغات تهز وليدات ولدها حتى تموت. قالت لك انا تشتت ليا التفكير، بقيت كنفكر واش هادشي على صواب، واش هاد الهضره اللي كيقولوا فيها معقوله، وراه كيفاش، راه ما يمكنش، راه صعيب عليا الحال انني نتقبل هاد الفكره. مهم بقيت قالت لك كنفكر، جات اختي عاودت ليها ماما، قالت لها شنو كاين. قالت لي احسن حاجه الا كان غدار هكا، راه احسن حاجه، اللهم رزق وليداتك يبقى مجموع و... وتبقاي تحت جناح يبقاو تحت جناح جداهم مع عمهم، راه ماشي شي واحد براني اللي غادي يجي غادي يحرر فيك العيشه. هذا قالت لها عارفاه من نهار سكنتي معاهم، انت عارفاه كي داير وعارفاه معقول وعارفاه متدين وعارفاه داخل سوق راسو عارف بينه وبين الله، وبغا يتقي فيك وجه الله انت ودوك الوليدات. فراه زعما كلمه قالت لك انا ما تقبلتهاش. انا بقيت كنفكر وكنقول غادي يضحكوا عليا الناس، شي يقول لك مات راجلها وخدات خوه، شي يقولوا. بقيت كنقول لهم انا راه كيف قالت لها لا، عند حتى واحد ما غادي يضحك. علاش؟ حيت انت عدوستك اللي بغاتك، هي اللي بغات تشد وليداتك وبغات تربيهم معاك وبغات تعيش معاك. صافي هي هذيك. مشيت لداري، طلعت ديريكت للدار عندي، ما دزتش عند عدوستي، سديت عليا. بقيت كنفكر وكنشوف في ولادي وكنفكر كنفكر كنحلل وكنناقش في هاد الفكره. صافي داز الغد، طلعت عدوستي، كي صبحتي بخير؟ قلت لها بخير. جلست معايا، فطرنا مجموعين، هبطات تصايب الغدا، هبطت عاوتاني تغديت معاها. قالت لي انا شوفي ما نسولكش دابا شنو قبلتي فهاديك الهضره اللي قلت لك، انا عاطيك الوقت حتى تجي انت لراسك وتقولي لي فلانه انا راه بغيت ندير بالهضره ديالك. قالت لك صافي دازت شي 3 شهور هكاك. قالت لك ويا تجي ماما، قالت لي مضرة، قلت ليها راه باقا ما قدرتش دار وما باقا ما متقبلاش الفكره باش خويا. قالت لها شوفي ما كاين ما متقبله الفكره، صافي خصك تزوجي به بلا ما تزيدي في الهضره. قالت لك جا بابا تا هو قال لي شوفي خصك تزوجي به، ما كاينش تبقاي عايشه بوحدك وما تبقايش جالسه مع لوسك ولوسك كطالع هابط عليك. راه الناس هنا فين يهضروا الناس، ما يهضروش انت تزوجتي به، يهضروا وهو طالع هابط عليك وساكن معاك وانت باقا صغيره. وهادي مشاو هضروا مع عدوستي، قالوا ليها فلانه راه داكشي اللي كنتي قلتي البنت اللبنه، راه حنا هضرنا معاها وكلشي والله يكمل بخير، اللهم عمهم يربيهم ولا يجي شي واحد غريب براني اللي يتكرفس عليهم. قالت لهم ما قلتو عيب، انا راه خليت ليها الفرصه حتى تفكر على خاطرها، حتى ولدي ما زربانش، وحنا بغينا نديرو هاد الاجر لله في سبيل الله ونربيو هذوك اليتامى ونشدوهم تحت منا. هي هذيك صافي. قالت لك انا كيديروا كيبلانيو بيناتهم وكيديروا كيفكروا امتى يعيطوا للعدول امتى. انا قالت لك خارج تغطيه، كنتخيل غير راجلي، كنتخيل غير كون كان راجلي باقي، كنقول كون كان راجلي باقي كاع ما نوقع في هادشي كامل، كاع ما يحصل لي هادشي كامل. ما علينا، عيطوا للعدول، جا تكاتبنا انا وياه، طلع حوايجاتو وجلس معايا في الدار. قالت لك انا ديك الجلسه اللي جا باش يجلس معايا ما تقبلتهاش، بقى كيتخيل ليا راجلي الله يرحمه، بقيت كنبكي وجاني انهيار وهو صبر ليا وقال لي انا متقبل هادشي اللي كديري فيه، ماشي ساهل عليك، تفهمني. قالت لك هو تفهمني لدرجه اننا بقينا قالت لك واحد المده
ديال 7 شهور ولا 8 شهور هو جالس معايا بحال خويا، يعني مزوجين ولكن راه في الدار بحال خويا، جالسين غير كيبرد عليا، كيهضر معايا، كيضحك معايا، كنهزو الوليدات كنخرجوهم، كيلعب معاهم، كيجي كيهز ولادي يلعب بيهم، يلعب معاهم، يعني كان واحد التعامل من جهته اللي قالت لك هو نعمة التربية ونعمة الأخلاق. ما عمرو ما قال لي شي حاجة ولا فرض عليا أن ندير معاه شي حاجة ولا قال لي أنا راني راجلك ولا لا. قالت لك بقينا هكاك. كنقول لكم لدرجة أنه ما بغاش ينعس في الناموسية ديال خوه، قال لها خصنا تنبدلو البيت ان شاء الله غادي كينعس في الصالون. انا ما تقبلتوش نهائيا يجي حدايا ولا يهضر معايا ولا. المهم راكم عارفين. قالت لك صبر عليا وطلع ولد الناس بزاف اللي شفت فيه واحد الحنان وشفتي واحد الاخلاق واحد التربيه اللي سبحان الله. هي هذيك دازت الوقت، بدينا كنولفوا على بعضياتنا، بدينا كنضحكوا مع بعضياتنا، بدينا نخرجوا الوليدات، وهي هذيك بقينا هكاك حتى تقادت الامور تدريجيا تدريجيا. تقادت الامور، لقيت راسي بانني ما ندمتش على هاد الزويجه. لقيت راسي بانه احتضن ولاد خوه وعاملهم نعم المعامله. كانت كنشوف فراجلي الله يرحمه هو اللي كيهضر مع ولادي، ما عمرني متخيلته بانه عمهم، انه كيعاملهم نفس المعامله كيفاش كان كيعامل راجلي وليداتو. كيفاش كيدخل، كيفاش كيعنقهم، كيفاش كيدخل هو كيضحك، كيفاش كيلعب معاهم، كيفاش كيعاملني انا، كيقدرني وكيحترمني. صافي ولفنا على بعضياتنا وانسجمنا مع بعضياتنا وتقادت الامور وعشنا مع عقوزتي كانت الله يعمرها دار صراحه. ديما كتقول لي الا حسيتي بشي حاجه ولو بسيطه من جهته قلقاتك جي عندي انا وقوليها ليا. كتقول لي كوني متاكده بانني ما غاديش نخليه يأذيك، ولو يكون ولدي انا نكون ضد ولدي. هي هذيك صافي قابل الوليدات يرزقهم. داكشي اللي كيجي كيقول لي ها فلانه ها هو الرزق ديال الوليدات، حطيه ليهم في البنكه ولا شوفي. حيت ملي مات راجل الله يرحمه الام ديالو ورات داكشي الكرا ديال اللي قلت لكم ديال القهوه وديال المحل، ورات كتعطيه ليا كتقول لي فلانه ها هو الرزق ديال الوليدات، ما نقدروش ناخذوه، ما نقدروش نحطوا عليه يدينا، ها هو رزقهم حطيه ليهم في البنكه تيكبروا ويتصرفوا فيه. داكشي اللي دار عمهم من شهر لشهر، كيدوز ليهم ديك البركه ديالهم في سميتو وهو كيصرف علينا، كي مخلينا محتاجين حتى حاجه. والحمد لله عشنا في واحد العيشه اللي زوينه وما ندمتش الصراحه. في الاول كنت متردده بزاف وكنت كنقول اشنو هادشي اللي كندير فيه، اش هادشي اللي تندير فيه. ترددت بزاف ولكن في الاخير قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لانني طحت ماشي في راجل، طحت في عجوزه حمات ديالي، طحت فيها مرا طيبه ومرا حاجه بيت الله وعارفه بقيمه هذيك البلاصه، ومرا كتعرف بينها وبين الله وكتقي الله في وليداتها وفي اليتامى. وعشت معاه بخير الحمد لله. وتزادت عندنا بنيه، تزادوا ولادي تزادت عندهم اخت ديالهم، وعشنا بخير والحمد لله. وكنقول مع راساتي الخير فيما اختاره الله. الله لله ما أعطى ولله ما أخذ. وهذا ما كان، هذه هي القصة اللي عاودت لكم عليها. كنتمنى تكون عبرة، هي ماشي ما فيها حتى عبرة ولكن فيها عبرة، لأن فيها عبرة ديال الإنسان ما يفقدش الأمل في الله. وديما اليتامى ربي راه كيكون في جنبهم كيقاد لهم الطريق ديالهم. وحتى الإنسان ملي كيكون طيب كيلقى ناس طيبين. الانسان ملي كيكون طيب كيتلاقى مع الناس اللي طيبين وكيعرفوا بقيمته. والى اللقاء، مع السلامه. ونتمنى الى عجبكم
عجبتكم القصة ديروا لايك وديروا اشتراك وشي تعليق زوين واخا غير قليبات. وشكرا لكم، شكرا للناس اللي كيشوفوا القصة ديالي، شكرا للناس اللي كيستمعوا ليا، شكرا لكم بزاف. وان شاء الله القصة الجاية ان شاء الله تكونوا في الاستماع.